أكبر جملة بنسمعها من أي مريض إصابات نخاع شوكي أو مريض جلطات هو إن أنا عدى عليا 6 شهور، فالمفروض إن أنا كده التحسن بتاعي وقف، فأنا هوقف علاج طبيعي. هل الجملة دي صح ولا غلط؟ وهل هي لو هي صح المفروض إن إحنا نوقف كل حاجة، ولو هي غلط المفروض نشتغل؟ هو ده موضوعنا، تعالوا نتكلم فيه، يلا بينا. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد ليه. في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم معاكم عن أشهر جملة بيسمعها أي دكتور علاج طبيعي أو حتى دكتور مخ وأعصاب بيتعامل مع مرضى أعصاب، سواء المرضى دول مرضى جلطات أو مرضى إصابات نخاع شوكي. بيجي يتكلم العيان بتاعي بيقول أنا عدى عليا 6 شهور فخلاص كده، وبيجي يقول إن في دكتور قال له في المرحلة الأولى بتاعتي إن التحسن بتاعك هيحصل في أول 6 شهور، وبعد كده خلصنا اللي انت وصلت له هيفضل مكمل معاك وهيفضل واقف. طيب هل ده حاجة صح ولا غلط؟ تعالوا في الأول كده عشان نقول إنها حاجة صح ولا غلط نشرح كام حاجة بسيطة. الأبحاث الجديدة بتتكلم في حاجة اسمها نيورال بلاستيستي. يعني إيه بلاستيستي؟ يعني قدرة الأعصاب بتاعتي إنها تجهز أو إنها تجهز نفسها أو إنها تتأقلم على الإصابة اللي حاصلة. وهنا مش معناها إن الأعصاب أو النخاع الشوكي بتاعي بيلتئم، هو هنا إن هو يقدر يعيد توظيف نفسه أو إن هو يقدر يشغل مسارات تانية عشان يعرف يعمل لك نفس الوظيفة تاني. المفاجئ إن كل الأبحاث اتكلمت إن الحاجة دي بتفضل مكملة معاك العمر كله، مش أول 6 شهور بس، بعد أي إصابة أو بعد أي حاجة بتفضل مكملة معاك العمر كله، بنفضل شغالين زي ما احنا. طيب إيه الحاجات اللي بتأثر فيها وإيه الحاجات اللي بتزودها وإيه الحاجات اللي بتنقصها؟ هي دي التركايه اللي احنا المفروض ان احنا نشتغل عليها، هي دي الهنت اللي المفروض ان انت تبقى مقصر او ان انت مذاكرها كويس عشان تعرف هتتحسن ازاي. طيب في حاجات كتيره بتاثر على النيورال بلاستيستي. زي ايه مثلا؟ زي كثافه الشغل اللي انت بتعمله. يعني ايه كثافه الشغل اللي انا بعمله؟ طول ما انا بتدرب كتير، طول ما النيورال بلاستيستي دي هتفضل شغاله، وطول ما هي هتحسن معاك واحده واحده. لك ان تتخيل كده، وتعالوا نتخيل مع بعضينا ان احنا جبنا اتنين، واحد مصاب جلطه وواحد مصاب نفس الجلطه في نفس المكان بنفس السن بنفس كل حاجه. ده واحد قعد في البيت خلاص نام في السرير على طول، وده واحد ما فوتش دقيقه، شغال مع دكاتره العلاج الطبيعي، شغال تمارين مع نفسه، شغال كل حاجه بيقدر ان هو يجيب الوظيفه بتاعته. هل الاتنين هيوصلوا لنفس التحسن؟ لا طبعا، لا طبعا، اكيد طبعا لا. ليه؟ لان اللي بيشتغل على طول ده العضلات، المفاصل، الأعصاب بتاعته بدأت تتجهز إنها تشتغل وتبدأ إنها تعيد تنظيم نفسها تاني عشان تجيب له الوظيفة اللي هو عايزها. على عكس الشخص اللي فضل نايم على السرير ليل نهار، ده كده كده مش هيتحسن، لأن مفيش أي حاجة بتقول للأعصاب دي إن إحنا المفروض إن إحنا نتحسن وهكذا. في ميكانيزم لازم تعرفه، إن في الجسم بتاعنا ربنا خلقنا إن المخ بيعمل زي سكاننج أو بيعمل سكانر كده، فحص كامل للجسم بتاعي كله، بيشوف أكتر عضلة شغالة وأكتر عضلة مش شغالة. العضلات اللي شغاله يبدا يبعت لها دم، الدم ده بيوصل للمناطق اللي بتحرك العضله دي، يبدا يحسنها وهكذا وهكذا وهكذا. اما العضلات اللي مش شغاله يبدا ياخد منها الدم اللي وصل لها، فيبدا يخليها تهدى اكتر ما هي هاديه، فيقول ان الدم ده مش محتاجينه فيروح سحبه منها. فطول ما انت بتشغل العضلات دي وطول ما انت بتعمل الوظيفه دي، طول ما التحسن هيفضل مكمل معاك. قعدت 6 شهور، قعدت 7 شهور، قعدت سنه، سنتين، 10 سنين، التحسن هيجي معاك واحدة واحدة. لأن اللي بيأثر في الحاجة دي هي البراكتس والتطبيق الكامل والشامل للحاجة دي على طول ليل نهار. عشان أبسط لك الحوار أكتر وأكلمك على الحاجة اللي هي نيورال بلاستيستي أو كفاءة الجهاز العصبي إن هو يبقى فيه مرونة للإصابة بتاعته. تعالوا نتخيل كده إن إحنا ما بنعرفش نركب عجل، وجبتك قلت لك يلا يا باشا تعالى نركب العجلة دي. أول ما تركب العجلة دي هل أنت هتعرف تسوق؟ مستحيل طبعا. طيب عشان ابدا اعلمك انا ركوب العجل ده، ببدا ان انا امسكك بشكل كامل وامسك الجادون بتاع العجله وامسك الكرسي، وابدا ان انا اقول لك ارفع ظهرك وما تبصش فين واعمل واعمل واعمل. كل دي انستراكشن او تعليمات انا بعمل اديها لك. بتيجي وانت ماشي كل تركيزك بعينك على حركه رجلك الاول، فابدا انا اتخانق معاك واقول لك بص قدامك وما تبصش تحت. ليه؟ لان انت لسه مش متعود على الحركه بتاعت الايه، بتاعت الرجل. لغايه واحده واحده، وطول ما انا معاك ابدا ان انا اقلل الماسكه بتاعتي، ابدا ان انا اقلل الكلام اللي انا بقوله لك، لغايه ما توصل لمرحله ان انت تعرف تركب العجله دي بشكل كامل. ده في ناس اصلا بتوصل اللي احنا بنشوفهم في الشارع، بيبقى ماشي في الشارع وحاطط قفص فوق دماغه وقفص على ايده وما بيوقعش والدنيا زي الفل. ايه اللي حصل؟
اللي حصل إن الشخص ده ما كانش بيعرف يسوق أصلًا ووصل للمرحلة دي. إيه اللي وصّله؟ هي فكرة إن إحنا عمّالين نعمل practice للحاجة دي أو تطبيق للحاجة دي، وهو ده اللي إحنا بنتارجته مع أي مريض إصابات نخاع شوكي أو أي مريض جلطة أو أي مريض الأعصاب عامةً. لازم إن إحنا نكتّر الpractice بتاعنا أو نكتّر التطبيقات بتاعة التمارين بتاعي، لإن أنا طول ما أنا باكتّر الحاجة دي، طول ما الدنيا هتتحسّن معايا وطول ما هيجيب نتيجة كده. دي حاجة مفروغ منها ودي كده الأبحاث اللي بتتكلّم في الحاجة دي، مش إحنا اللي بنقولها دلوقتي. فبالتالي لازم نعرف إن الدماغ بتاعتنا دي هي مش قطعة حجر ربنا خالقها، لأ، هو ربنا خالقها عاملة زي الصلصال، بتتشكِّل زي ما أنا عايز أو زي ما أنا أدرّبها. زي مثلًا حد راح اتعلّم بيانو، حد راح يتعلّم جري، كل واحد فيهم الدماغ بتتشكِّل على حسب الحاجات اللي هو بيدخّلها لها. ده نفس الشكل اللي بيحصل في الإصابات، وده نفس الشكل اللي بيحصل أثناء التمارين اللي إحنا بنعملها مع المرضى بتوعنا. يبقى الحاجة اللي إحنا هنطلع بيها إن أنت طول عمرك وطول الإصابة اللي موجودة طول ما أنت هتتحسن. الحاجة اللي لازم تاخد بالك منها إن أنت تفضل مكمّل في الpractice بتاعك أو التطبيق للتمارين أو تطبيق الحركات وهكذا. بس تعالَ أقول لك جزء بقى، الحاجات بتاعة مدة ال6 شهور أو الناس اللي بتتكلم في مدة ال6 شهور، اشمعنى جابوا ال6 شهور دي؟ لإن هم بيتكلموا أو الأبحاث كلها بتتكلم إن أول 6 شهور أو مرحلة الacute stage بتاعتنا تمام، هي مرحلة مهمة جدًا، لإن دي اللي بعد الإصابة على طول. لقوا إن الجسم في الفترة دي بيبدأ يجهّز نَفْسه أو يحصل adaptation أو إن هو يحصل تأقلم على الإصابة بشكل أسرع. فطول ما أنا شغّال في ال6 شهور دول هالاقي التحسُّن بتاعي سريع أو أنا هاشوف التحسُّن بسرعة، لإن إيه، لإن النظام بتاعي جوّه دلوقتي مستعد استعداد كامل إن هو يجيب الحاجة دي. فبالتالي أول 6 شهور دول هي مرحلة golden period إن أنا أبدأ إن أنا أشتغل فيها تمارين كتير، لكن مش معناها إن أول ما ال6 شهور يعدّوا يبقى ما فيش تحسُّن. لأ طبعًا، أنت التحسُّن بتاعك هيفضل مكمّل لو أنت فضلت تكمّل العلاج بتاعك بشكل كامل والتمارين بتاعتك بشكل كامل والوظايف بتاعتك بشكل كامل. وده يخلّينا برضه نتكلّم إن المُخ بتاعنا هو مش زي الكمبيوتر بتاعنا لو جزء اتصاب خلاص أنت عارف إن الجزء ده مُصاب فمش هيشتغل تاني. إحنا ربنا جل شأنه أعلى من كده بكتير. فكرة إن هو ربنا خلق لنا النظام بتاعنا بتاع المُخ بتاعنا إن هو يعيد تأهيل نَفْسه ويعيد تأهيل الجزء المُصاب. وهنا زي ما قُلت لك في أول الفيديو إن مش فكرة إن هو بيعيد تكوين الأعصاب تاني، لأ، ده هو بيكوّن لك مسارات تانية. زي مثلًا لمّا يبقى في شارع اتسد فييجوا الناس المسؤولين عن الشارع ده يوفّر لك طُرق جانبية تانية عشان توصل لطريقك. هو ده بالضبط اللي بيحصل، إن هو بيحاول يوجد لك طُرق كتيرة عشان تقدر توصل للوظيفة أصلًا بتاعتك. فيبدأ واحدة الوظيفة تتحسّن، واحدة الوظيفة تيجي، واحدة تحس بتحسُّن والدنيا كلّها تبقى زي الفل إن شاء الله. وزي ما إن أنت التطبيق الكتير بيخلّي المسارات دي تزيد ويحسّنها، زي ما إن أنت لو وقّفت علاج طبيعي أو وقّفت تمارين أو وقّفت الوظايف اللي أنت بتعملها، كل المسارات دي هتبدأ تقِل مع الوقت واحدة. فبالتالي لازم نستمر في العلاج بتاعنا ونستمر في التمارين بتاعتنا سواء هنعملها في البيت أو في العلاج الطبيعي بتاعنا أو في أي حاجة، بس لازم الاستمرارية، لإن هي دي الحاجة الوحيدة اللي هتضمن لك التحسُّن، هي استمرارية العمل بتاعك، سواء العلاج الدوائي أو العلاج الطبيعي كتمارين واستثارة كهربائية والحاجات اللي إحنا بنتكلّم فيها معاكم على طول. بكده تكون عرفت إن الدماغ بتاعتنا هي مش صخرة، هي حاجة بتتأقلم وبتتشكِّل على حسب الحاجة اللي أنا باعملها. وبكده عرفنا إن استمراريتك وتمارينك والمحافظة على الكلام ده هو دي الحاجة الوحيدة اللي هتضمن لك التحسُّن. السؤال هنا بقى، هل أنت هتستغل النقطة دي لصالحك والّا هتسيب الصدفة تلعب أهم دور في تشكيل دماغك؟ ده قرارك وده نقطتك اللي لازم تحدد فيها هتروح الناحية دي والّا هتروح الناحية دي. وما تنساش إن بعد الإصابة كل يوم بتعيشه هي فرصة لإعادة تشكيل دماغك. هاستنى تعليقاتكم، كل واحد فيكم يكتب لي كده إيه الوظيفة اللي هو قدر إن بعد التكرار قدر يجيبها، سواء إن هو قدر إن هو يقعد أو إن هو قدر ياخد خطوة أو الكلام ده كله. هاستنى تعليقاتكم كلها وهاستنى استفساراتكم عن أي مرض محتاجين نتكلم فيه. أشوفكم على خير إن شاء الله.